أهلا بيكم في حلقة جديدة على اليوتيوب. هنتكلم في الحلقة دي عن أفضل وقت تستخدم فيه مكمل كرياتين. كنا عملنا حلقات كتير قبل كده لو محتار تشتري مثلا كرياتين أو بروتين، وكنا عملنا حلقة برضه عن أفضل وقت استخدام مكمل البروتين. حلقة النهاردة بقى هقول لك إزاي تطلع بأقصى استفادة من مكمل الكرياتين، وهنتكلم برضه بأشهر المواضيع أو الأخطاء اللي الناس فاكراها متعلقة بالكرياتين، زي مثلا إن هو بيزود في الوزن أو بيحبس مية ما ينفعش تستخدمه وأنت في فترة التنشيف. وهنتكلم برضه عن موضوع التحميل بتاع الكرياتين، وموضوع برضه الكافيين أو شرب القهوة مع سكوب الكرياتين. كل المواضيع دي وأكتر هنتكلم عنها النهاردة، فكمل معانا الفيديو للآخر وأوعدك هتطلع مستفيد. معاكم جورج رضا بقناة دكتور فيت، ويلا بينا نبدأ الحلقة. الكرياتين من أكتر المكملات الغذائية اللي ممكن تكون سمعت عنها، عشان هو أكتر مكمل اتعمل عليه أبحاث ودراسات عن الفوائد بتاعته والأمان بتاعه. وبما إنه أشهر مكمل غذائي فأكيد الناس مش هتسيبه في حاله وتطلع عليه كلام وإشاعات كتير. وفايدة الكرياتين ببساطة إن هو بيزود من مخازن ال ATP الأدينوزين ترايفوسفات في جسمك وعضلاتك. وال ATP دي زي البنزين بتاعك أو الطاقة بتاعتك اللي بتحرك جسمك. كل ال ATP ده هيزيد كل ما طاقتك هتزيد، وأدائك قوتك هتزيد في التمرين، بالتالي تعمل عضلات أكتر. طيب إمتى بقى أحسن وقت تستخدم فيه مكمل الكرياتين؟ بص، هتلاقي ناس وأبحاث كتير تقولك خلي الكرياتين بعد التمرين، عشان أنت بعد التمرين بيبقى جسمك متعطش وهيمتصه بسرعة، بالذات لو خدته مع وجبة فيها مصدر نشويات أو كربوهيدرات. وناس تاني ممكن تقولك خلي الكرياتين قبل التمرين عشان خاطر يديك طاقة في التمرين. طيب انسى دول وانسى دول، وتعالى بقى نتفق على حاجة. تعالى نتفق ان المكملات في منها تأثيرها لحظي، زي مثلا البري ورك اوت، مكملات الطاقة اللي بتاخدها قبل التمرين بتزود طاقتك في التمرين. وفي مكملات تاني تأثيرها تراكمي على اللونج تيرم، على المدى البعيد، من ضمنهم طبعا الكرياتين. عشان تطلع من الكرياتين بأقصى استفادة، أهم حاجة هو عامل الاستمرارية، إنك تستخدم الكرياتين فترة ويكون حصل له ساتيوريشن أو تشبع في عضلاتك، وبتبدأ تحس بنتيجته بعد تقريبا 3 أو 4 أسابيع متواصل من استخدامه. فمش هتفرق خالص أي وقت هتستخدم فيه الكرياتين، استخدمته الصبح، استخدمته بالليل، استخدمته الفجر، استخدمته في نص اليوم، براحتك. عايز مثلا تثبته في وقت ثابت عشان ما تنساهوش قبل التمرين مثلا أو بعد التمرين، براحتك. أهم حاجة إنك تستخدمه فترة، وعامل الاستمرارية هو اللي هيفرق معاك، مش عامل الوقت هتستخدمه إمتى في اليوم. طيب وبالنسبة لجرعة الكرياتين، الجرعة المناسبة من الكرياتين يوميا هي من 3 ل 5 جرام. طيب وبالنسبة بقى لموضوع التحميل، ركز معايا قوي في النقطة الجاية دي، ممكن تعمل لك كوباية شاي أو قهوة، المهم تكون مركز معايا. موضوع التحميل أنا شخصيا ما بفضلوش خالص. طب ليه؟ هقول لك. عشان انت بتيجي في التحميل وبتاخد اول 4 او 5 ايام او اسبوع، تاخد في اليوم الواحد 4 سكوات او 5، تقريبا 20 او 25 جرام كرياتين في اليوم الواحد. فده ممكن يعمل لود كبير على الكلى، بالذات بقى لو انت اصلا كان عندك مشكله في الكلى وما كنتش تعرف. فانت لو خدت الكميه الكبيره قوي دي من الكرياتين في اليوم، وارد ممكن يحصل لك لود ومشكله. طيب دي نقطه. تاني نقطة بقى، إن أنت أصلًا بعد ال3 أو 4 أسابيع ما يعدّوا من استخدامك للكرياتين هتاخد نفس الفايدة، سواء عملت تحميل أو ما عملتش تحميل. خلاص الكرياتين هيكون حصل له saturation أو تشبُّع زي ما قُلنا في جسمك وعضلاتك، فمش هتفرق قبلها سواء كنت حمّلت أو ما حمّلتش. الفكرة كلّها في موضوع التحميل إن أنت بدل ما تستنى 3 أو 4 أسابيع عشان تحس بفايدة الكرياتين، لأ، بعد مثلًا أول 5 أيام أو أسبوع واحد بس تبدأ تحس بفايدته بالضبط. فعلى إيه تاخد الrisk من الأول وتحمّل وتاخد 25 جرام كرياتين في اليوم الواحد، وأنت كده بعد بس 3 أو 4 أسابيع هتاخد نفس الفايدة. فكّر فيها كويس. طيب وبالنسبة لنقطة إنك ما ينفعش تستخدم كرياتين وأنت بتنشّف عشان هيزوّد وزنك، النقطة دي تشبه بالضبط حد بيقول لحد ما تتمرنش جامد في فترة التنشيف عشان خاطر عضلاتك ما تكبرش ووزنك يزيد. نفس الفكرة بالضبط. مع إن عايز أقول لك الكرياتين مهم جدًا في فترة التنشيف عشان تحافظ على عضلاتك. الكرياتين ممكن يزوّد وزنك شوية أيوه، بس ليه؟ عشان هو بيحبس مَيّة جوّه العضلة مش تحت الجلد، وده أصلًا كلنا عاوزين كده، إن هو يحبس أو يخزّن مَيّة جوّه العضلات، دي حاجة حلوة جدًا، تخلّي شكل العضلة أحسن. فاستخدم كرياتين عادي جدًا في فترة التنشيف. طيب وفي نقطة مهمة جدًا والصراحة مش باشوف ناس كتير تتكلم فيها، وهو هل لازم أوقّف الكرياتين بعد فترة والّا أستخدمه على طول؟ بُص، هو عادي ما فيش مشكلة لو ما وقّفتوش واستخدمته فترة كبيرة، بس أنا شخصيًا كل فترة كده بافضّل مش أوقّف كرياتين بس، أوقّف كل المكملات الغذائية اللي أنا باستخدمها. أحاول أعوّد جسمي إنه يقاوم ويحاول يطلّع المواد دي طبيعي من جسمه ومن الأكل، من غير ما أعتمد على مكملات من برّه. وزي ما قُلت دي حاجة شخصية، أنا كل فترة باعمل كده، عشان أنا ما باحبش أعوّد جسمي إن هو يتعوّد على حاجة خارجية من برّه، زي كده فترة detox من كل المكملات الغذائية اللي أنا باستخدمها. طيب في بقى خطأ شائع وخرافة ما أعرفش الناس جابتها منين، ويقول لك إن أنت مثلًا لو شارب قهوة ما ينفعش تاخد سكوب الكرياتين. بُص هاقول لك حاجة بسيطة جدًا، لو كان الكلام ده صح فعلًا
ما كانوش خلّوا في مكملات pre-workout اللي هي مكملات الطاقة قبل التمرين تستخدمها، بيبقى فيها نسبة كافيين عالية جدًا، وساعات يضيفوا عليها كرياتين كمان أو بروتين في الscoop، فعادي يا معلم لو خدت القهوة وخدت scoop الكرياتين بعديها ما فيش أي مشكلة. الخلاصة الكرياتين بيستخدم أي وقت عادي جدًا، أهم حاجة الاستمرارية عليه كل يوم، مع شدة تمرين مناسبة ليك ونظام غذائي مناسب. ولو حاولت مع نفسك كتير وما وصلتش لسه للي أنت عاوزه، أو عاوز تبدأ معايا في خدمة التدريب الأونلاين، أنا اللي باتابع معاك بنفسي من خلال application وaccount وسيستم تدريب كامل. جو الPDFات ده خلاص يعني بطل خلاص راحت عليه. لو عاوز تبدأ معايا تقدر تبعت لي مسج على الإنستجرام أو الواتساب، هاسيب لك اللينك أو الaccount تحت في الdescription. ابعت لي مسج وهابعت لك كل التفاصيل ونبدأ مع بعض على طول. ولو عاوز تشتري الكرياتين بتاعك من مكان مضمون والنوع الأصلي أو أي مكمل غذائي تاني، يبقى أكيد دكتور فيد ستور. هاحط لكم لينك الويب سايت تحت عليه كل المنتجات والعروض، وكمان ممكن تستخدم كود دكتور فيد 5 هتاخد خصم إضافي، ومتاح الشحن في كل المحافظات. وبس كده، دي كانت حلقتنا النهارده. لو عندكم أي سؤال أو عايزين نتكلم عن موضوع معين اكتبوا لنا في الكومنتات تحت، وما تنساش جيت فيت with دكتور فيد. استنوا الحلقات الجاية.